السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير كلكم وبصحة وسعادة يا رب العالمين. مساء السكر، مساء العناب، مساء كل حاجة حلوة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا في أتم الصحة يا رب العالمين. وطبعا النهاردة الفيديو بتاعنا إن شاء الله هيعجبكم، ولو عجبكم اعتبوا خلينا باللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة بتتفرج عليا جديد. وأهم حاجة طبعا تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونخش الفيديو بقلب جامد. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا في الفيديو اللي قبل دوت لو محدش لسه اتفرج عليه يروح يتفرج عليه ويحط لي اللايك بتاعي. كنا عاملين لوبيا كنا سلقينها، هنكمل بقى الطبيخه بتاعتنا كده. طبعا كنا سلقينها فهنطبخها بقى، يعني ايه هنكمل جملنا. الفيديو اللي فات طبعا عرفتكم ازاي هي بتتسلق، اما بقى في الفيديو دوت هنطبخها وبالمره ايه هنعمل الغدا، يعني اتنين في واحد. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه. وطبعا النهارده بقى قلت ان انا هعملها وفعلا هعملها. بصوا بقى بتتعمل ازاي. في ناس بتحب ان هي الاكل يبقى فيه توم، وفي ناس ما بتحبش التوم، وفي ناس بتحب الاكل يبقى فيه بصل. فبصوا بقى يعني ده بيبقى على حسب الرغبة بس. يعني من يوم ما دخلت المطبخ ده وانا بعمل اي تقلية ببصل، ما عدا التقلية مثلا اللي هي مثلا يعني بتاعة الكشري، فما ينفعش ببصل، بعملها مثلا بفصين توم. ولو ما بتحبش التوم فبتحط يعني حاجة بسيطة، انتوا فاهمين ازاي. فاللهم صل على النبي هنعملها بقى ايه ببصل النهارده. يعني هو يعتبر الفاصوليا واللوبيا والبسلة والحاجات دي كلها بعملها ببصل، لان يعني بصراحة يعني ماما معودانا على كده في اي اكل يعني. عملت بقى طبعا جنبها لحمة. اللحمة ديت طبعا فصين مستكة وفصين حبهان، واوعي تكتري في المستكة والحبهان عشان كترهم هيبوظ معاكي الاكل. يعني المستكة لو انت كترتي منها فايه هتمرر، فخير الامور الوسط. والحبهان لو انت مش حابة تحطي فيبقى احسن وخير وبركة من عند ربنا. لو انت مثلا حابة ان هو ريحة وطعم فما تكتريش برضو، لان يعني ايه لو جه تحت ضرس حد يا لهوي يا لهوي. يعني بصراحة حصلت معايا قبل كده، وكان يوميها ما اكلتش من اول يوم لاخر اليوم، وجيت عشان اكل لقيت بقى وانا بشرب الشوربه كده لقيت المستكه تحت ضرسي. وبصراحه هي ولا ريحه ولا طعم، مش عارفه هما بيحطوها ليه اصلا. بس بقى ايه يعني احنا من ضمن الناس برضو اللي بنحطها بس ما بنكترش، خير الامور الوسط. صلوا على النبي يا جماعه. ويلا نكمل الفيديو بتاعنا. هو طبعا مش روتين، مش عملت في اي حاجة خالص من ضمن الروتين، هو انا عملت الغدا. طبعا كنت لسه بقى ايه جاية من المدرسة ويعني كده يعني كان لسه ورايا شغل كتير يعني. بعد الغدا بشوف شغلي بقى، ولسه مثلا اطلع مثلا للطيور، وانا ما كنتش بطلع لها ولا كنت اصلا بعبرها، بس بقى الفترة ديت محدش بيوليها الا انا. وكمان أنا مش عارفة صوتي ماله كده. صلوا على النبي يا جماعة. لان بصراحة الصوت مش مطبق على الشكل خالص، مش عارفة ليه. هنا انا كنت حاطة اللحمة تتسلق وسبتها بقى ايه تاخد وتدي كده بشكل ودي. طبعا مش هتحتاج اي حاجة خالص. طبعا بعد ما بقى اعملها يعني في المستكة والحبهان بحط فلفل اسمر، ما تكتريش برضو في الفلفل الاسمر علشان مضر برضو، يعني ايه لو كترتي هيخلي معاكي الشوربة مش حلوة. وبعد كده طبعا لما تحس ان هي بدأت ان هي تستوى حط الملح، ما تحطش الملح يعني وهي بتستوى علشان الملح هيخليها ايه تاخد معاكي سوا كتير. عملت بقى هنا في اللوبيا عملت البصل. بصلة صغيرة خالص وحمرتها، اللهم صل على النبي. وشوية طماطم بقى كده مضروبين في الخلاط، ونزلت باللوبيا بتاعتي. اقسم بالله انا ما انا عارفه انا صوتي ماله بقالي من يوم ما تعبت. صوتي مش مطبق على الشكل خالص. وغير كده كمان لما بتكلم بحس ان
صوتي بيزن في دماغي مش عارفة ليه، يعني بيتردد في دماغي تاني. خلاص بقى هنا كنت تممت على الحاجة. لا كده كتير. كنت تممت بقى على الحاجة كلها واستنيت ان هي تستوى، يعني سبت اللوبيا تستوى وسبت برضو الفراخ ايه اللحمة تستوى هي كمان. وقلت هسيبهم بقى ايه مع بعض كده ياخدوا ويدوا، يعني عشان ما بنحبش الاكل اللي هو ايه نص سوا ده، يعني بنحب الاكل يكون مستوي كويس لنا طبعا ماما وبابا وكده يعني. اهم حاجة بقى في اللوبيا بتاعتنا ديت الفصين التوم. الفصين التوم دول بيودوها في حتة تانية. صلوا على النبي يا جماعة، واوعوا تنسوني في اللايك في الفيديو دوت. كنت هنا بقى بعمل فصين التوم، هما فصين توم بالعدد ما تكتريش. ولو مثلا بتحبش في صوص التوم يعني تبان في الاكل وكده، حاولي ان انت تعمليها كويس، يعني حاولي اللي ايه تدقيها كويس وكده. كنت هنا بقى خلاص اللوبيا بتاعتي استوت، فانا هحط اللحمة في اللوبيا، يعني مش هسيب اللحمة لوحدها ولا اللوبيا لوحدها ورز وكده، لا انا هحطها في اللوبيا وتاخد وتدي كده. وهدخلها برضو الفرن، يعني ايه مش هسيبها كده، هديها غلوة وهدخلها الفرن وهدلعها وهنعنشها والدنيا تبقى تمام. صلوا على النبي يا جماعة وحطوا لي اللايك بتاعي. طبعا بقى بعد ما تحطي مثلا فراخ او لحمة يعني على حسب، بتحطيها بقى على البوتاجاز، لازم تاخد كده غلوة مع بعض. بيقولوا لازم تشرب، يعني ايه اللحمة او الفراخ تشرب كده من التقلية. بعد كده طبعا نشغل بقى البوتاجاز ونحط فيه اللوبيا واللحمة بقى بتاعتنا وكده. يعتبر البوتاجاز فيه كل حاجة، الحاجات بقى اللي محتاجينها واللي مش محتاجينها بنحطها في البوتاجاز. يعني لو في اكل ولا كده او باقي من الفطار او باقي من الغدا فبندخله البوتاجاز. فهنشيل بقى كل الحاجة اللي في البوتاجاز وهنولعه وهننزل بقى الصينية ديت. هتاخد معاكي يعني ايه 10 دقايق ولا 8 دقايق، يعني بصي تاخد بس وش كده على الخفيف وبس على كده. هنا بقى كنت خلاص هطفي عليها لان اخدت الوش وكده، وعلقت طبعا على الرز والدنيا بقت معايا تمام. زي ما انتوا شايفين انا عملت لها وش ولا اكن وش معمر. هنا بقى يا جماعة اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم اعطوا خلعينا باللايك واستنوا فيديو جديد، والسلام عليكم.